محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد واجعل عواقب أمورنا خيرا بحق محمد وآل محمد ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا مسلوب العمامة والردى يا قتيل العبرات ويا أسير الكربات يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. لقبول أعمالنا لقضاء حوائجنا أبطلوا هذا المجلس بذكر محمد وآل محمد. لما جاء الإسلام واجه كثير من المشاكل والتحديات التي كانت في المجتمع، ومن هذه التحديات مثلا تحدي كبير كان عنوانه وأد البنات. ومن هذه التحديات الكبيرة التي كان قد واجهها الإسلام
مسألة القضاء على العبيد والعبيد وما إلى ذلك. من جملة المشاكل التي استطاع الإسلام أن يواجهها وأن يحلها هي مشكلة الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان في المدينة المنورة. دول كانت عندهم مشكلة، هذه المشكلة استمرت سنين طويلة، كلش طلعت عن حدها زادت، بحيث كل فترة من الزمن تبدأ المشكلة تنعاد من جديد، ويروح من الطرفين أعداد كبيرة، خسائر كبيرة بالأرواح بالأموال، ولما يتعبون من المشاكل والعرك والكتب يسكتون يقعدون يكيفون. هناك من يعيدون شوي عافيتهم، يجمعون لهم فليس، يشترون عتاد، زين، يرجعون يعرفون مرة ثانية، وعلى هالمنوال هذا. زين، اجى الإسلام عالج هالموضوع بشكل كبير، بحيث ذول المتناحرين المتقاتلين اللي يقتل بعضهم بعضا، اللي حدث ما حدث بينهم، أصبحوا في خندق واحد، يصلون في مسجد واحد، ويقاتلون جنبا إلى جنب، أخوة متأخين. بس أحيانا بعض الحمقى من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون أحيانا يحركون الفتنة من جديد. ذو حمقى. وأحيانا لا مو حمقى، وإنما هناك من الخارج، من المشركين، من اليهود، من النصارى، هناك من شيء يحرك هذه المسألة. ليش؟ لأن دول أصبحوا في خندق واحد، أصبحوا أقوياء، فأنت شلون تضعف هذا الخندق؟ خليهم تعلق بيناتهم. خليها شنو؟ تعلق بيناتهم راح يضعفون. فكان اليهود والنصارى يشتغلون على الموضوع من ذاك الزمان، واستمروا إلى يومنا هذا. زين؟ جهد الإمكان يخلونها تعلق، يعني يعلق لك إياها بين أبناء المذهب الواحد، يعلق لك إياها بين المسلمين. اليوم لا يعقل أن المسلم السني يوقف ضدي أنا الشيعي ويا اليهودي. غير معقول، غير معقول. ليش؟ لأن أنا والمسلم السني عندنا مشتركات كثيرة. ما معقول يجي يوقف ويا اليهودي ويجي يقاتلني ويقتلني ويفرح بقتلي. ما معقولة. أنت تؤمن بالله وأنا أؤمن بالله، أنت تقول محمد نبي وأنا أقول محمد نبي، أنت تقول هذا القرآن يجمعنا وهو كتابنا وأنا أقول القرآن يجمعنا وهو كتابنا. مو أنت تروح تفتر على الكعبة وتحج وأنا وياك نفسنا، أصلا ما تميزني عنك، شتف على شتف أنا وياك نطوف على بيت الله الحرام ونحج هناك. ما معقولة أنت توقف ويا بعض ضده، ما يصير. لكن صار هذا ولا مو صار؟ صار. هذه الدسائس منين؟ دسائس من اليهود، يشتغلون بذاك الزمان، يشتغلون. فكانوا يحاولون جدا الامكان ان تعلم، فاحيانا يحركون واحد منها، زين؟ يحركون واحد منها حتى تعلق بيناتهم. فحركوا فرد يوم من الايام، حركوا لهم اثنين، واحد منهم وصل الخزرج. وسوالف طبيعيه، يعني ما مسوي شيء، هم ما مسوي شيء. هذا قال لي ترى احنا عندنا عدد هواي دخلوا الى الاسلام اكثر منكم انتم. قالوا لكم احنا قدمنا شهداء من اجل الاسلام. قال ايه بس احنا عددنا اكبر، احنا عندنا فلان. قال ذاك الشرطه اسمي فلان. احنا هذني صحيحات ما بيها مشكله، بس هن هذني راح يصير المقدمه علما المشكله. مثل الان عندنا خط
شيعي يجي على عنده إذا قنوات ويجي يسب عائشة ايش أبو بكر عمر والنتيجة هذا التناحر بيننا، زين، هذا التفارق بيننا. كان ينبغي أن ليس لنا التناحر، احنا مسلمين ممكن مختلفين ببعض الجزئيات جيد جدا، نبقى أن تختبر بجزئياتك إذا كان أختبر بجزئياتي إلي، أما نتناحر نتعارك فمو صحيح على أي حال. فيقول هذول الاثنين حموا الأوس، واحد من الأوس وواحد من الخزرج، أدى إلى أن واحد يقعد على الثاني، تغالطوا واحد غلط على الثاني، لا وصلت إلى مرحلة حيهم اجوا الأوس يركضون كل واحد شايل سلاحه، الخزرج هناك هم اجوا يركضون، تجمعوا وصار بيناتهم كلام وصار بيناتهم عادة، النبي سمع اجى مسرع اثناء طريق النبي جاي يمشي، جبرائيل نزل على النبي يحمل هالآية والآيات اللي تلوتها على مساقكم، وصلوا لهم النبي هم دبوا أسلحتهم خرجوا من النبي، قال شنو؟ جاي يسوون؟ سكتوا. قرأ عليهم الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كمان لا تحاول الإغواءات الخارجية، لا تحاول الحرب الناعمة للسفارة الأمريكية أو للسفارة الفلانية أن تشعل حرب بين أبناء الدين الواحد. توباكم واعتصموا أي تمسكوا، كلكم عليكم أن تتمسكوا بمن؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله ايه؟ حبل الله هو شنو حبل الله؟ شنو هذا حبل الله حتى نتمسك به؟ اجى المفسرون قالوا حبل الله الاسلام، وانتم كلكم صرتم مسلمين، اذا يجب عليكم ان تتمسكوا بالاسلام وتتركوا كل ما دون ذلك. انتم مسلمين، انت شنو؟ انا مسلم. انت شنو؟ انا مسلم. انت شنو؟ انا مسلم. جيد، اذا انتم تجتمعون بالاسلام. رأي ثاني قال حبل الله القرآن، حبل الله. في روايات عندنا تشير إلى هذا الموضوع. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود. الرواية تقول القرآن هو حبل الله. زين. اجى رأي ثالث قال لا عم النبي حبل الله، باعتبار ان القرآن والإسلام لو ما النبي موجود ما راح هاي الناس راح تختلف عليهم، مو؟ والا معاوية بن ابي سفيان كان شايل القرآن وبمشورة من عمر بن العاص علقوا القرآن، رفعوا المصاحف، مو هيك ولا لا؟ رفعوا المصاحف عاليا. جماعة علي بن ابي طالب قالوا يا علي أن نقاتل كتاب الله، حتى يكون عقلك مثلا نقاتل كتاب الله. مالك الأشهر قال عمي ترى علي هو القرآن الناطق. القرآن الناطق منه؟ علي. كلمة القرآن صامت، هذا يقدر معاوية يحتج به وأنتم تحتجون به. نفس القرآن اليوم احنا نحتج فيه كشيء على ما نحتج. زين السنة يحتجون ولا ما يحتجون؟ يحتجون. بس هذا القرآن يحتاج لشنو؟ يحتاج يسمونه الناطق باسم القرآن. مو عندنا متحدث رسمي؟ اليوم كثرت الآراء شنو قالوا والله موزعين على البطاقة التموينية 500,000 دينار كالعادة. قسم قالوا والله تروح لهذا البرلمان قال نعم صحيح، تروح البرلمان قال ما في مشكلة. هاي شهر وين يسوي من بعد؟ حكومة
هو جاي يسألهم يقولون الشيء هذا يقول هذا الحديث كله ما يفيد. لازم من اللي يقول؟ الناطق الرسمي. الناطق الرسمي يطلع يقول ايه صحيح هذا الموضوع، صحيح او لا مو صحيح هذا الموضوع. الناطق الرسمي. الناطق الرسمي باسم القرآن منه؟ محمد وآل محمد. محمد وآل محمد هو الناطق الرسمي باسم القرآن. في القرآن الكريم وحد ما يكفي، ولهذا النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما ظنوا؟ فقالوا النبي هو حبل الله. رأي قالوا الإمام هو حبل الله، يعني عندنا روايات تشير أن الإمام المعصوم هو حبل الله. لكن بشكل عام كل هذول حبل الله. يعني أنت إذا تصير مسلم وما تتقيد بالنبي ما تمسك بحبل الله، وإذا صرت مسلم أو تركت القرآن هم ما تمسك بحبل الله، وإذا تمسكت بالإسلام وبالنبي وبالقرآن وتركت أهل البيت هم ما تمسكت. يعني النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا هذول كلهم حبل الله، كلهم حبل الله. زين، فالله شو يقول؟ واعتصموا، يقول لكم تعتصمون بحبل الله، تعتصمون بالنبي، بالقرآن، بالإسلام، بالإمام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. التفرقة هي أساس الهوان والضعف. التفرقة أساس الهوان والضعف. ولهذا إذا دمرنا الجماعة سوي لهم فرق. احنا قاعدين بهالحسينية هاي بينا فرقية مثلا، احنا قاعدين 100 أقوياء، عندنا راجل واحد أقوياء، هناك رفعت راية قبل بني مالك يطلعون تحت هاي الراية، شوية ارتفعت راية ثانية قالوا مثلا الحلال يطلعون تحت هاي الراية، السادة يطلعون. كل ما نتفرق أكثر كل ما نضعف. ولهذا العدو استخدم أسلوب معانا، أسلوب فرق تسد. هذا الأسلوب استخدموه بالقديم والجديد، استخدموه ويانا. فرقوا جماعات، سويهم جماعات، سويهم مثلا على شكل أعراق كردي عربي، سويهم على شكل مذاهب سني شيعي. الشيعي نفسه لا تخليهم كلهم مجموعة واحدة، تخليهم كلهم مجموعة واحدة أخويا. فرقوا، سويهم مثلا هذول ولائية، هذول المرجعية، هذول مدري شنو، هذول مدري شنو، هذول فلان. فرقوا، سووا نفس يسوون سهلين واحد. التفريق هو الذي يدمر المجتمعات، يدمر الأقوياء. زين، دمر. ولهذا الأسلوب القرآن نقح قال ولا تفرقوا دون ما تفرقون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال يا أوس يا خزرج، سمعوا أنتم المخاطبين الآن هنا، والآية مقصود بها جميع الناس. واذكروا نعمة الله عليكم. تنسون، دور بالك تنسى. إذ كنتم أعداء متناحرين متقاتلين، يقتل بعضكم بعضا، يعتدي بعضكم على بعض. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بين قلوبكم. يعني القرآن الكريم يذكر، الله سبحانه وتعالى يذكر التأليف بين القلوب. أكو أحيانا تأليف بالآراء، تأليف بين الأجساد. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ناس يقول تحسبهم جميعا
وقلوبهم شتى. اكو نموذج من الناس شوفهم متجمعين متجمعين، عددهم هائله ما شاء الله، عددهم كبير، لكن لما تجي لهم تشوف قلوبهم شو متشتته. والله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكفار، يتكلم عنهم، وهذول كلهم متجمعين منين؟ جايين اليهود وجايين النصارى وجايين المشركين، كلهم اللي يقاتلون محمد صلى الله عليه واله. فهم شوفهم سوى، صدق اعدادهم كبيره بس قلوبهم شتى متشتته. الله سبحانه وتعالى يقول لاوس والخزرج لا، انا وصلت حاله التآخي من القلوب، وصلتها كلش للنخاع، مو حكايه ولسان. ولهذا مطلوب الانسان ان يآخي اخيه الانسان بمن؟ من القلب. ولهذا ناسنا قبل هسه يقولونها، قبل ناسنا لما تصير يشتري له سلعه يختلف ويا صاحبه ويجي يتراضى وياه يقول له راضي علي من قلب ولسان. لو بس من اللسان مو انت يقولون؟ راضي علي من قلب ولسان، لو بس لسانك لا من قلب ولسان. روح قال ايه اذا ما راضي من قلب ولسان ما اخذ هاي الحاجه، هاي السياره ما اشتريها، هاي ما ادري شنو ارجعها لك، اريدك من قلب ولسان حتى توثق بيها. قلت له هاي الحقيقه، قلب ولسان ضروري. لهذا كثير من الناس يشوف باللسان حج قالوا الله كبير المنطقه ورجعت ساعته علينا والكذب الكبيره والصغيره وما مقصر، هاي من باللسان. اما بالماكينه هاي مالتي عاشوش مو اسالوها من زين الشيء شوي زين على شخطه، لا مو كذا قص. ايه كثير من الناس ايش عن النماذج موجوده مع الاسف. فالله سبحانه وتعالى يقول فألف بين قلوبكم فاصبحتم ليش؟ بنعمة الله. والا انتم لو يجي مدري منو يقول الامم المتحده تجتمع والما ادري اسمه يسمونها العرب الجامعة العربية وعمر موسى وطلعت السعودية كلها تجتمع حولكم ما تداخلوا ويجي منو. الله نعمة الله بيده القلوب، القلوب كلها بيد الله. الله يحركها بيده كيف ما كان. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخوة. طبعا الإسلام أكد كثيرا على أخوة الإيمان. الإسلام أكد كثيرا على أخوة الإيمان ويأكد على مسألة الإيمان. لهذا قال في القرآن الكريم إنما في اللغة العربية أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة. كل الأخوة الحقيقية بالإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثال في من؟ ابن نوح ابن قال ربي إنه ابني جلال ابني من أهلي جلاله أحسن. قال إنه عمل غير صالح. لا تقول ابني، أنت ابنك اللي وياك اللي هو شنو؟ اللي هو يحمل منهجك خطك، يحمل إيمانك، عرفك. فلا تخاطرني بعد، لا تسولف وياي بعد زايد والله تناقش ومدري شنو، ترى احترمناك وعمرك كبير ولا زال كبير وضحي زين، فلا تخاطرني بعد، اترك الموضوع خليه يغالي زين. هنا العمل الصالح، الاخوه الايمانيه زين. المتبقي من الوقت يوم غد اكو مناسبه. شو تتوقعون المناسبه باشا؟ استشهاد سيدة خديجة؟ لا اليوم كان استشهاد السيدة خديجة والبارحة تحدثنا عن الموضوع. بدأ اليوم 17 بعد. شايف احنا النفوس كلها يشتغل. باشر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أنا ذكرت الموضوع بالمناسبة وهو مهم جدا.
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا النبي صلى الله عليه وآله آخى بين أصحابه مرتين. آخى بين أصحابه مرتين. مرة في مكة المكرمة لما كانوا الأصحاب ضعفاء، الوادي بتوليتهم من كل جانب، يطلع منا صلبوا منا، يروح منا يشرب منا، راحوا للحبشة بطيء، تبعوهم للحبشة يجيبون ويكثرون منا، فكانوا ضعاف مضطهدين تعبانين، فكان يحتاج كل واحد يشد عوده بمن؟ بأخيه. فالنبي اختار كل اثنين سواهم خوان، واكو يقولون بهاي الاخوه مشاكله ومماثله، كل واحد وشبيهه، لان شبيه الشيء منجذب اليه. فاخى بين ابي بكر وعمر، واخى بين حمزه وبين زيد بن حارث، واخى بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، واخى 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 واخى، كل اثنين خلاهم قوان. هذه مؤاخاة في من؟ في مكة المكرمة قبل الهجرة بعد النبي، كان ضعيف. ثم قال: أتدري يا علي لم تركتك ولم أؤاخي بينك وبين أحد الأصحاب؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: إنما تركتك لنفسك، فأنت أخي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. المؤاخاة الثانية وين صارت؟ بالمدينة، لما هاجروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، طلعوا ماكو شيء، كل شيء ماكو، طلعوا بس ملابسهم، فقراء، قرايب ماكو وكذا ماكو، راحوا للمدينة. مدينة الناس مختلفين، زين، فراحوا للمدينة فقر وغربة، فقر وغربة، والفقر في الغربة بعد ضيم وضيم. بس إذا فقير منطقتك ناس عرفوا ممكن تعطيك سنفيس كذا، بس بالغربة وفقير. لما هاجر النبي بعد 5 أشهر وراح للمدينة، قام بعمل عملاق جدا. قال كل واحد من هذول المهاجرين الإجابة اللي ما يمتلكون شيء يتعاقوا ويا واحد من الأنصار من أهل المدينة. وبالفعل النبي اختار، قال: فلان أنت تأخذ فلان، فلان أنت تأخذ فلان، فلان أنت تأخذ فلان، فلان أنت تأخذ فلان، وتأخذوا بالفعل. وشنو اللي صار لما تأخذوا؟ هذول أهل المدينة قام اجى لما تآخوا ويا هذا الأنصاري المهاجر من مكة اللي ما يعرف فلان عشيرته ولا يعرف فلان، لما تآخوا ايش سوى؟ راح إلى البيت، قسم كل شيء معه، كل شيء وياه. عنده مثلا 30 بعير، طاح 15 وإلى 15، ولك بيشتغل تعبان، كان راكب وراء، حصل ايش؟ بس هذا مين شغل منه؟ شغل الله والنبي. عنده أغنام قسمهم، شنو عنده بالنص؟ شيء يعني عملاق، مش يصير هذا. اليوم انت اخوك من امك وابوك، ما تجي تقسم اموالك بالنص وياه، شو يقولون؟ مقسم. الرسول يقول بالطين. وعلي عم يحضروا يقولوا الرسول ما حيطي. بدون صديق. ما حيطي. يا اخي الرسول اليوم مو الرسول، الله دا يقول عمي اموالكم بها 20% للفقراء. ايش قد الناس اللي مخبزين؟ شو يقولوا؟ الله يقول مو النبي، الله يقول
إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نطبق مو سهلة إخوان، والله مو سهلة. يعني شيء واحد يجي ما تعرفه ولا يعرفك ولا، المهم دخل الإسلام وآخرته تشيل له نص أموالك وتعطيه إياه، شيء كبير. زين؟ فأعطى نصف أموالك، آثروا بأنفسهم. زين؟ وآخر النبي أيضا ترك علي بن أبي طالب، أيضا ترك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فأيضا قال إنما تركتك لنفسي فأنت أخي في الدنيا والآخرة يا علي. ولهذا يقول العالم الجنجي الشافعي يقول خير فضيلة لعلي هذه الفضيلة حينما آخى النبي بين أصحابه فآخى بين كل متشابهين ومتماثلين، يعني كل اثنين متشابهين ومتماثلين كذا آخى بينهم، وترك عليا لأخوته، فإن دل على شيء فإنما يدل على أن عليا منه. الشافعي يقول زين. أول فعل وصنع النبي أخوة عظيمة، حري بالمجتمعات اليوم تمتلك هذه الأخوة. كل واحد من عندنا أيها الأحبة، أنا وصيتي هاي الليلة ابحث لك عن أخ مؤمن، ابحث لك عن أخ مؤمن تكون أخوك، قل أنا أخوك وأنت أخوك، ابحث. طبعا عندنا استحباب للعلم، عندنا استحباب على المؤاخاة بين المؤمنين أن يتآخون، وعندنا أكو استحباب مؤكد في المؤاخاة يمتى؟ أحسنت، بالغدير. في الغدير من جملة الأعمال في يوم الغدير بعد الزوال أعمال المؤاخاة، أنت تختار لك مجموعة من المؤمنين، والمؤمنات تختار لك مجموعة من المؤمنات، مؤمنات والمؤمنات، مؤمنين والمؤمنين، تختار لك مجموعة واحد اثنين أنت تعرف كن مؤمن وتؤاخيه. حط إيدك بإيده، ما أدري يسوينها يا مش عندكم تسوينها، حط إيدك بإيده وتقول له واخيتك في الله وصافحتك في الله وصافيتك في الله وعاهدت الله ورسوله وملائكته وأنبياءه ورسله على أني إن كنت من أهل الجنة وأذن لي بالشفاعة لا أدخل الجنة إلا وأنت معي. ويقول قبلت، ثم يقول أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة. طبعا أحد العلماء يعرج على يقول ليش يتم إسقاط جميع الأخوة؟ وغير كلمة آخرة شو سقط الأخوة علينا؟ احنا من غير كلمة آخرة؟ كان ليش يقول لا أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة؟ يقول حتى لا يكلمه، لأن حقوق الأخوة عظيمة وقد لا يستطيع أن يؤديها فيقع في التقصير فيسقطها عنه. أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خرج الشفاعة والدعاء والزيارة، هذني ما أسقط عنك، لأن الدعاء تقدر عليه، والشفاعة الله سيعطي للمؤمن شفاعة في أخيه المؤمن. زين أنت تدعوني تروح الزيارة تنوب عني ناظر الزيارة، زين تقدر عليه. ولهذا فمن النعم الكبرى كسب أخ في الله، ادعو لك في الليل قاعد يصلي صلاة الليل، اللهم اغفر لدكتور سالي، اغفر لحد كامل، اغفر لفلان، منطي فلوس أنا؟ لا، هو يذكر آخر شيء بالخير شكرا التوضيح مرة معكم. صلى على محمد وعلى محمد. يذكرني
وفي الرواية في الحديث القدسي ادعوني بلسان لم تحصني فيه، يقول مصداق من مصادق المؤمن عندما يدعو للمؤمن هو لسانه أن يحسنها فيه. هذه الأخوة اللي عنده أخ هكذا عليه أن يحمد الله، قل الحمد لله رب العالمين عندي أخو مؤمن، واللي ما عنده عليه أن يبحث عن أخ مؤمن. زين، هذه الأخوة العظيمة الإيمانية تذكرنا بأخ عظيم، تذكرنا بأخ تزول الجبال ولا يزول، تذكرنا بأخ يشهد الصادق له حين يقول نعم الأخ المواسي لأخيه الحسين، تذكرنا بأخ واسى الحسين في كل شيء. وإلا يا أبا الفضل من الذي سيعترض ومن الذي سيلومك لو اقترفت غرفتين فشربت من ذلك الماء المباح، من ذلك الماء وقلبك وكبدك يصطلي عطشا؟ لو كنت تشربت ما واحد كان يلومك يا أبا الفضل العباس، ما حد يقول لك ليش شربت، لكنه أبى. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، فالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقين. أنا أشرب؟ لا، ما أشرب الماء، أخوي الحسين عطشان وأنا أشرب؟ لا أكثر من ذلك. واساه حتى عندما رفع رأسه الشريف وضعه في حجره، رفعه العباس وضعه على الغار. ليش تصنع هذا يا أبا الفاضل؟ قال أنت الآن تضع رأسي في حجرك، بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟ هذه هي المواساة، هذه الأخوة. نعم، تقول السيدة سكينة لما سمع أبي صوت عمي وهو يقول عليك مني السلام أبا عبد الله أخي أدركني، ركب جواده وراح مسرعا إلي. حميد بن مسلم ينقل يقول والحسين جائيا إلى أبي الفضل وقف في منتصف الطريق، نزل من على ظهر جواده، حمل شيئا صار يشمه ويضمه. ماذا يصنع الحسين؟ جاي يسوي؟ يقول حميد بن مسلم اقتربنا نحوه وإذا به أيضا نزل مرة ثانية، حمل شيئا صار يشمه ويضمه. دققت النظر وإذا بهما يمين أبي الفضل العباس وشمال أبي الفضل. تعمى من الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يعضيج وقعد ويا أبا الفاضل يا قمر العشيرة، والله تعمى من الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يعضيج وقعد ويا بعد ما شوف درب الأرض والعين. حقك أبا عبد الله، والله حقك، بعد ما شوف درب الأرض والعين، العين
رجع إلى المخيم. لكن شلون أرجع الحسين إلى المخيم؟ اتخطر الآن. أخ مثل أبي الفضل العباس فاقد الحسين، وشلون فقدان؟ بلا يمين وبلا شمال، السهم نابت بالعين، الرأس مفضوخ نصفين. يقولون مصيبة أبي الفضل العباس ذكرت الحسين برأس أمير المؤمنين المفضوخ نصفين، ذكرته بعم جعفر اللي بلا يمين ولا شمال. رجع إلى المخيم، استقبلته الحوراء زينب. أخي إذا أين قمر العشيرة؟ أبو فاضل وين؟ يقولون الحسين في رواية ما تكلم بشيء، مخترق بعبرته. أبو علي دخل إلى الخيمة، أسقط عمود الخيمة، يعني زينب راح. أبو فاضل خويا العصا والشريعة بليل هامي، أن لأبي الفضل العباس لبن عودي وعليه الجدم، والله لبن عودي وعليه الجدم هامي تعدل ويقوم لكن حيف، والله عدل ويقوم لكن حيف. عمد الحديد بكربلاء خسف القمر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله، اللهم نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم عجل لنا بظهور إمامنا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأتباعه وأشياعه يا الله. شافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر امورنا، تقبل اعمالنا باحسن القبول يا الله. لا تخرجنا من هذه الدنيا الا وانت راض عنا. الهي بمحمد وال محمد، من كان في مجلسنا هذا طالب حاجه اللهم اقض حاجته، من كان مريض او له مريض شافي وشافي مريضه يا الله. لنا اخ مؤمن مصاب بالجلطه الدماغيه منذ فترة طويلة، ادعوا له جزاكم الله خير الجزاء. اللهم شافه وعافه والبسه ثوب العافية هو جميع المرضى يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تفرق جمعنا إلا عن ذنب مغفور وتجارة لا تبور يا الله. اللهم من رحل من هذه الدنيا من أهل هذا المجلس المبارك، اللهم نور قبورهم في هذه الليلة، اللهم اغفر لهم، ارحمهم، احشرهم مع محمد وآل محمد يا أرحم الراحمين يا رب. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، شيعة أمير المؤمنين خليفة أبي عبد الله الحسين، موتى الحاضرين والمؤسسين، شهداء العقيدة والمدد، العلماء، موتانا موتاكم، إلى أرواحهم جميعا. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.